يا جماعة وصلتني تعليقاتكم، وصلتني كومنتاتكم انه في حشرة قاعد يحاول يسوي علي دس، وقاعد يحرض سلومو انه يسوي علي دس. بس ايش؟ انتظر، راح اسوي دس انا وابو نوح. من هو ابو نوح هذا؟ من هو ابو نوح؟ بتشوفوا. إذا تبغى 2 مليون يا ابو عابد راح تاكل دس اليوم يا ابو عابد، الدس حيجيك بفلو يا ابو عابد من خالد وسلومو يا ابو عابد. إذا تبغى 2 مليون يا ابو عابد راح تاكل دس اليوم يا ابو عابد، الدس حيجيك بفلو. كاتشي والله، كاتشي يعني اوكي عجبني. يا ابو عابد من خالد وسلومو يا ابو عابد، يقولوا تشبه حكم كوريا الشمالية، وقت الاكل تخرب الميزانيه، ووقت الهزة يقولوا جسمه مهلبية، والرقص دقني هزة أرضية. قاعد تذب انت من يومك 200 باقي 200 مع انك سويت تكميم. لو انا مكاني كان بدون سنجيم حروح ادور مطعم القى فيه اكل رجيم. لو انه سكن ما تشيلوا المابات، لا هو ولا الخوي ابو 5 حسابات. لو انه بطل تلقى اسمه سوبر فات، يطيح على العدو ويحارب كل السلطات، ما عنده رقم. والله جيد، والله جيد يا اخي. انتم في الشات لا اعرف والله، انا عجبني. انتم كيف اشرح لكم؟ ترى ديس يوتيوبرز، ليس ديس بين اثنان رابرز، هذا ديس خاص باليوتيوبرز. يعني ضعوا الديس في سياقه. وديس مسايح لانه كان يتنمر على اللي جاي رايح، يقولوا يحب الكتشب حتى على الذبايح، ومن كثر الذبايح تلقى خده طايح. 2 مليون يا ابو عابد راح تاكل دس اليوم يا ابو عابد، الدس حيجيك بفلو يا ابو عابد من خالد وسلومو يا ابو عابد. اذا تبغى 2 مليون يا ابو عابد راح تاكل دس اليوم يا ابو عابد، الدس حيجيك بفلو يا ابو عابد من خالد وسلومو يا ابو عابد. والله توقعت انه شيء سيء لكن عجبني اطربني. والله توقعت ما هو اسوأ بكثير. ما ديس جيد، ديس جميل والله، كديس يوتيوبرز جميل. ما اصبروا عيد الاستماع له، تعليقاتكم وصلتني وعيد الاستماع لك يا اخو. سبام يا اخي انا لا اهتم بالشات. الشات يستطيع ان يحشر رايه في مؤخرته. اذا كنت تستمع الى الشات وتستمع لراي الشات لا داعي تفتح بث مباشر. المهم هو رايك انت. الشات لا يرضى عن اي شيء. الشات ما هو سيكرر اي شيء شغلته لهم سيعطون هذا فهمت؟ ف خذها من عندي. إياك وأن تهتم بالشات وبرأي الشات وبكلام الشات وبما يقوله الشات. شاهد وكن حر، لأن مشكلة الستريمرز هي أن غالبهم عبد للشات. الشات هو الذي يحدد محتواه وما الذي يقوم به. كومنتاتكم انه في حشرة قاعد يحاول يسوي علي دس، وقاعد يحرض سلومو انه يسوي علي دس. والله يا أبو عابد، أنا بعد هذا الدس أذهب للجيم يا أبو عابد. يعني إذا لم تذهب للجيم الآن متى سوف تذهب للجيم؟ والله يا أبو عابد، إذا عندك ذرة كرامة وذرة نفس، إذا فيك ذرة رجولة واحدة، يجب أن تذهب للجيم. يجب أن تذهب للجيم، يجب تذهب تتمرن، لأن والله هذا الدس سيلاحقك في تاريخك بأكمله، وعليك أن ترد. ليس فقط تذهب للجيم، لا، تذهب للجيم وترد، لأن هذه تشويه سمعة. والمشكلة هذا الدس يحتاج أن يسمع أعضاء فالكونز. هذا الدس يجب أن يكون النشيد الوطني عندهم في فالكونز. هذا الدس كلما دخل واحد من أعضاء فالكونز يجب على أبو ربيعة أن يشغل لهم في النادي. بس ايش؟ انتظر، راح اسوي دس انا وابو نوح. بتشوفوا. إذا تبغى 2 مليون يا ابو عابد راح تاكل دس اليوم يا ابو عابد.
الفلو رهيب، حتى الفلو كاتشي، حتى الفلو يبقى عالق في الذاكرة. تبغى 2 مليون يا ابو عاطف تاكل دس اليوم يا ابو عاطف الدس حيجيك بفلو يا ابو عاطف من خالد وسلومو يا ابو عاطف يقولوا تشبحك من كوريا الشمالية وقت الاكل تخرب الميزانيه، ووقت الناس يقولوا جسمه مهلبية والرقص ذقني هسه أرضية قاعد تذب انت من يومك 200 باقي 200 مع انك سويت تكميم. لو انا مكانك كان بدون سنتين حروح ادور مطعم القى فيه اكل رجيل، او انه سكن ما تشيلوا المابات لا هو ولا الخوي ابو 5 حسابات، لو انه بطل تلقى اسمه سوبر فات يطيح على العدو ويحارب كل السلطات، ما عنده رقبه وجسمه سايح. ايوه اصبروا نرى هل ما عنده رقبة فعلا. الوحيد الذي اعرف ليس لديه رقبة هو ركن المعرفة، لا يكون ابو عابد ايضا مثل الركين. في والله فعلا ارى اللغلوغ فقط، الرقبة غير موجودة. بابا 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 لغلوغ الارض يا رجل. والله لغلوغ الارض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرقبة موجودة. والله يا انه لغلوغ يا ابو عابد، والله يا ابو عابد اذا فيك ذرة كرامة، اذا فيك ذرة رجولة، اذا بلي الجيم يا اخي. والله هذه انهاء مسيرة، هذه انهاء مسيرة. عليك ان تشكر سلومو وان تشكر خلودي لانهم سيكونون السبب في تغييرك. والله عليك ان تشكرهم يا اخي. هذا الدس هو فعلا مؤلم، لكن كنت تحتاج للألم لكي تغير نظامك. اسمه سوبر فات يطيح على العدو ويحارب كل السلطات، ما عنده رقبه وجسمه سايح لانه كان يتنمر على اللي جاي رايح. يقولوا يحب الكتشب حتى على الذبايح، ومن كثر الذبايح تلقى خده طايح. تبغى 2 مليون يا ابو عابد راح تاكل دس اليوم يا ابو عابد، والدس حيجيك بفلو يا ابو عابد من خالد وسلومو يا ابو عابد. اذا تبغى 2 والله هذا هو الراب الهادف، هذا هو التنمر الجميل، هذا تنمر جيد. هذه الأغنية يجب أن يسمح الاي اي بأن تغير اسم أبو عابد لاسم آخر. فإذا عندك صديق بدين مثلا، الاي اي يغير الاسم وترسلها إلى صديقك، كلما تحدث تشغلها له. مليون يا ابو عابد راح تاكل دس اليوم يا ابو عابد. أيوة، وأنا أفهم لما يضعون هذا، طلعوا المربربين. أيوة، وأنا أقول لما لم تعجبهم الأغنية. حزب المربربين، حزب الدبابة. أيوة، وأقول لما يقولون غير غير غير، وأنا أفهم. دس حيجيك بفلو يا ابو عابد خالد وسلومو يا ابو عابد يا ابو عابد. الشيء الوحيد السيء في هذا الدس، خالد وسلومو يا ابو عابد. الشيء الوحيد الزبال في هذا الدس هو شعار نادي العار. يعني لنكون واقعيين، شعار نادي العار، شعار نادي الحكام، شعار نادي الفساد، أفسد الدس بالنسبة لي فواحد من 10. وأنت يا سلومو اتحادي وتلبس قميص الاتحاد، كيف ترضى على نفسك؟ كيف ترضى على نفسك أن يضعوا شعار نادي العار في شيء أنت تظهر فيه؟ أنا أطالبك بفيديو تعتذر فيه للاتحاد وللاتحادية، لأن هذه لا تترقى. ولو داخل غرفته تنتبه لها، يعني مستحيل ترضى يظهر شعار العدو، مستحيل ترضى شعار العدو يظهر عندك في يظهر في الدس عندك. يا ابو عابد يا ابو عابد يا ابو عابد. هذه غرفة أبو عابد، دسوه من وسط غرفته. أيوة، هؤلاء تفوقوا على كلاش يوم ذهب لحي القيادات. هذه أكثر من كلاش يوم ذهب لحي القيادات، هذه من وسط غرفته، من وسط عرينه. ويا أبو عابد يعني دب فوقها هلالي، يعني لا تترقع، والله لا تترقع يعني يا تكون يعني دب فوقها هلالي، معاقب في الحياة مرتين يا رجل.
عابد